اه ده سؤال شخصي ده. اه. حلو ده أوي. بشكل عام. ماشي ممكن. يعني دلوقتي لو حد مثلا احرجك بكلمه بفعل بموقف، هل الموقف او الفعل دوت يفضل في دماغك لحد اخر اليوم، ولا ممكن تعدي عادي، ولا ممكن تحرج الشخص اللي احرجك؟ ما هو هل رد فعلك بيبقى ايه؟ على حسب بقى الموقفين دول 3 انواع. اه احكي لي بقى. اول نوع الناس اللي فعلا اللي هو اتعرضوا لمواقف كتير جدا في حياتهم، كانت قاسية شويتين 3 4، و بالتالي بيردوا الاحراج عادي، ما عندهمش مثلا كبير صغير طويل رفيع، ما عندهمش الاوبشن ده. تاني حاجة اللي هو يسكتوا وهيكملوا، بس هيحطوا الموقف ده في قلبهم، بس هيعدوا اليوم. تمام. تالت حاجة بقى لا، هيفضلوا بقى مكملين اليوم بقى بنكد، وهينكدوا على نفسهم وعلى حياتهم وعلى دنيتهم وعلى كل حاجة. هما دول. تمام. فدول ال3 انواع. انا بقى انهي نوع فيهم؟ اه. ايه ده مش عارفة. ايوه انت انا هو فيكم بقى. انا في نوعين، انا منهم. اللي هو. يعني حاليا لو انا دلوقتي هرد الموقف بموقف. مم. لكن لو انا كنت زمان كنت لا، هسكت واحطه في قلبي وخلاص، الموضوع خلاص هنساه. مش هنساه بس احطه في قلبي عشان اتعلم منه. تمام. وفي الدراسه ايه اكتر حاجه بتضايقك في الدراسه في المدرسه؟ ياه حاجات كتير تصدق. يعني بجد. اكتر حاجه